إذن السلام عليكم متابعاتي الكريمات، متابعي الكرام. اليوم غادي نشوفوا حومة حمام النصر، ولاد حمام النصر، ولاد حمام النصر مع الأستاذ عبد الله بيطة. الأستاذ عبد الله بيطة رجل تعليم متقاعد وهو ولد حمام النصر، وحمام النصر هو هذا اللي كيظهر مورانا. البداية نشكر الأخ سيد مختار اللي على هذه البادرة هذه اللي هي على كل حال إيجابية جدا وفيها منفعة كثيرة. هذا واحد حمام النصر طبعا بالنهار النساء وبالليل للرجال. وكانت هذه الساحة هذه بالضبط كانت في واحد الحديقة قبل، ولكن من بعد كانت هنايا كرة القدم نقدروا نقولوا مصغرة جدا، لأن كان فيها غير جوج، كانت يعني لاعبان ضد لاعبان. وفي واحد الوقت بالعشية كانت تولي ركح لنوع من المسرح وسكيتشات. كان تيأثرنا في ذاك الوقت واحد السيد يقولوا له زايد حميد، راه استاذ حميد زايد راه استاذ تا هو متقاعد، وكان تيتسمى بولد لاسورطي دريس، راه هو في هذه الجهه هذه. وطبعا هذا الشيء اللي كاين هنايا. ثم كاين الدار هذه اللي تنذكروا فيها واحد السيد رجل طيب جدا سميتو عبد الله وصالح، وراه خلى الوليدات ديالو تبارك الله اساتذه الى غير ذلك. ثم هنايا حدا الساكا كان واحد لاعب كره القدم هو العربي حزاب المعروف مع الروبه، حتى هو خلى واحد البصمه ديالو كبيره هنايا. ثم كان السيد هنايا مبارك حجي كان بوليسي الله يعمرها دار الناس الطيبين، الناس اللي نقدروا نقولوا انهم عاشوا في السلم. دار حجيه هذه؟ لا هاي مقابله مع الزوج هي هذه بالضبط. سي مبارك حجي كان بوليسي. ثم بالجانب ديالها من لهيه كان بابو جمعه النجار اللي هو لاعب كره القدم قديم في الكاك، وخلى ولادو تبارك الله، وعنده نيت واحد الولد سميتو كريم الله يرحمه في هذا النهار. وهنا دابا راه كاين ولد كبير ناجي هو اللي مدير. ثم هنا في هذه الدوره هذه كاين فلانيش طبعا هذه كلها تبع الحمام نصر. هذه الدار ديال الصنافي بابو جمعه النجار، كنا تسميوه بابو جمعه النجار الله يذكره بخير. الدار اللي بقى حداها كانت ديال السي عبد القادر البوليسي الله يرحمه توفى في هذا النهار. ثم هذه العماره هي قديمه لها عندك دازوا فيها يعني عدد كثير من الناس. طبعا حنا وصلنا دابا الان سكينه بنت الحسين. هذه مدرسه سكينه بنت الحسين. نعم مدرسه سكينه بنت الحسين. هذه الدار هذه بالضبط كان واحد السيد الله يذكره بخير الله يرحمه كان سميتو الصديق، وهذا الصديق كان قصير القامه. وكانوا جوج هنا اللي معروفين في يعني في هذا الدرب هذا. كان هذا الصديق هذا الله يرحمه، وكان بتي حسن كان ديال سنياك. وهذا الصديق كانت عنده واحد الميزه خاصه، اي العناوين ديال القنيطره كان يعرفها يعني عن ظهر قد، يا درجه اصحاب البريد واصحاب البوليس الى غير ذلك كانوا تيجيو يتصلوا به باش يعرفوا بعض العناوين. يعني كان تيعرفها، كان عنده واحد الالمام على هذه العناوين ديال مدينه القنيطره ككل، مدينه القنيطره ككل. ثم هنا كان واحد السيد يقولوا الصحراوي الله يذكره بخير بهذا النهار، وهو صاحب الحمام، هو كان هو مول الحمام الله يرحمه. نعم خلى دابا الورثه ديالو هما اللي شادين دابا الحمام. هنا غندوروا هذه الدوره هذه. كاين خالد السيد، دار عائله السيد، عائله السيد اللي هما من اصول هنديه، ومن وليد خالد السيد الله يرحمه في هذا النهار، اللي هو اللي مترأس لنا هذه الجمعيه ديال حمام النصر ولاد حمام النصر. ثم كاين عبد الكريم عبد الكريم هو هنا خوهم اخوه عبد الكريم سي محمد، عدد منهم اخواتاته يعني اساتذه، وكاين اللي خدامين في الداخليه الى غير ذلك. هنا تنجيو الفراج ديال حمام النصر كانت قابله معاه عائله الجراري المعروف بوكاس حسن استاذ متقاعد. بوكاس حسن وي. نعم بوكاس حسن متقاعد. ثم تنزيدوا شويه هنا سير سي عبد الله. السلام عليكم. تبغى تجي لهنا باش نشوفوا واحد الدريبه هنايا. كنا حنا هنا قديما كنا ساكنين هنا الله يرحم بوجلالي في هذا النهار هو الوالد ديالي. وكانت الدار اللي على اليسار كانت عائله الفاسيه، امراه ب1000 رجل صراحه هي هذه، وهي اللي ولدها هو هذا اللي الف هذا موت عبد الكريم الشهب، دكتور عبد الكريم الشهب. نعم هو هذا. تحيه ليه، تحيه ليه من هذا المنبر. صحيح. وهو اللي
كنت لاعب كرة قدم مع النادي القنيطري إلى غير ذلك، وتبارك الله راه أستاذ جامعي. ثم هنا كان ساكن الصبار اللي كان رئيس النادي القنيطري خالد الصبار. نعم، كانت هي هذا هو الدار ديالهم، هي هذه كانت قديما. هما ولاد الحاج حفيظ. والحاج حفيظ كان ساكن هنا، ونعم هما كانوا ساكنين هنا. راه الا شاف هذا الفيديو راه يقدر يستذكر هذه الذكرى هذه. خالد الصبار. نعم، دوز معنا ذكريات صغير فاش كان صغير، والله عمرها دار صراحه هي انسان طيب. ثم هنا عائلة الصياد، راه مازال الولد ديالو هو اللي شد دابا هذه المقهى اللي كاينه هنايا على اليسار. وهنا كان الحانوت ديال اذا من هنا كنهبطوا لطاحون الشارجه. هنا طاحون الشارجان، وهنا لتحت السويداء تهبط الديوسنيات. وهذه 35. هذه 35 او تسميوها زنقه القدس. عندها اسم زنقه القدس. نعم، اما زنقه 35 او زنقه القدس. وكانت هنا واحد الحانوت هنايا، واحد الحانوت هنا ديال السي مضاد كان تيبيع فيه العسل، وهذا مضاد هو حصدو، راه عنده ولده شرطي وعنده ولده كان تيلعب مع النادي القنيطري في الكاكا. نعم. ثم هناك بعض الاسماء اللي عليا نذكرهم للتاريخ صراحه هي هذه. كاين الحاج رحيوي، هذه الهبطه ديال تحت الخرجات من الناس الطيبه صراحه هي هذه. وكان رفعات الحكم اللي ولده الطبيب الله يرحمه. وكان الهادي الملاكم، هذه الدار هذه كان ملاكم، وكان تيأذن في المسجد. هنا كاين سيمبارك تيميناري اللي معروف بسالامبو، اللي هو من اصول افريقيه، واش من السنغال او من مالي. سالامبو فوالا، وتيميناري يقولوا تيميناري. وكان السي السقدالي رحال، راه كان من الاطر البنكيه قديم جدا، كان في البنكه اللي كانت الخبازات. شنو من هنا؟ نعم سير كمل. وكان هنا في هذه الدوره هذه كان ايت صالح اللي كان حارس النادي القنيطري، كان حارس الرجاء البيضاوي الى غير ذلك، كان السكنه ديالهم كانت هي الاولى هنايا. وهنا طبعا راه دخلنا الفياف ديالكم. هذه دار بيطه. نعم. وهنا كان ساكن هذا لاسورتي حميد اللي باه هو زيد، اللي ولده هو زيد حميد زيد. نعم. وهنا راك اخي انت راك دابا هنا في المعقل ديالكم، يعني دار بوعصره دار والحانوت ديال بو الحسن خراز. نعم، حتى هو كان ملاكم. وهنا طبعا الفدراليه الديمقراطيه للشغل، وهنا الفدراليه الديمقراطيه للشغل، يعني درب سياسي. هذا فيه سي بوعتره وسي مصدق هو استاذ متقاعد، ودازوا عناصر صراحه هي كثيره ماشي. كانت تمايا كانت دار العريفه قديما، هي اللي جات السكه تمايا. وهذاك السور ديال مدرسه سكينه الحوتي. نعم. اذا هذه الزنقه 35 اللي عطاها شارع محمد الخامس. هذاك الاسكافي كان بو حسن الخراز الله يرحمه، كان ملاكم ومن اطيب الناس، وراه خلى دابا ولده نيت هو اللي كمل المهمه. قبل ما نديروا كلمه الختام نسرت واحد الجار ديالنا مقابل، وهي عائله علول اللي منهم البنت ديالهم خديجه، علي، عبد الله يرحمه، يعني نعم الجار. وبالاخير يعني الخاتمه هو انه هذه البادره ديال السي مختار يعني تنأيدوها وحنا معاها، وعندي واحد الفكره ربما يعني بالنسبه للفيديوهات الجايين، يعني نحاولوا نركزوا على الناس اللي خلات واحد الصدى طيب، رغم انه نقدروا الى صح الكلام نقدروا نقولوا عاشوا في الظل، ولكن خلاو واحد الصدى طيب في الحومه ديالهم. وشكرا للسي مختار والله يعاونوا، و تبقى قنيطره ان شاء الله دائما فوق عاليه، ونحبوا قنيطره ونبقاو مع قنيطره، والله الوطن الملك. اذا شكرا سي عبد الله، كنشكرك باسم جميع المتابعات والمتابعين ديالي، كنشكرك بزاف على هذه الحلقه هذه، والى حلقه مقبله ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا.